خدوها مني، كريستيانو رونالدو ممكن بنسبه 70 80% يبقى موجود في نادي الاهلي، ومش على فكره مش هيبقى دعم من تركي آل الشيخ خالص. كل الصفقات اللي الاهلي عملها دي عملها بدون تركي آل الشيخ، كل ده من خزينه نادي الاهلي، كل الصفقات اللي اتعملت في نادي الاهلي من خزينه نادي الاهلي. تركي آل الشيخ ملهوش علاقه بالصفقات او اي صفقه جت نادي الاهلي في يناير الحالي ده او قبل كده كمان. عاجل ورسميا الاهلي في خطاب رسمي يطالب اتحاد الكوره بايقاف مسلسل الاخطاء التحكيميه الفجه وتعيين خبير اجنبي بالاضافه الى مباراه القمه لطقم حكام من اوروبا. الاهلي خلاص بيطلع بيان رسمي لاتحاد الكوره ويحط قدام الامر الواقع، وان شاء الله هنقول لكم على كل التفاصيل في الفيديو اللي معانا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من طيمه الاهلي على اليوتيوب، وان شاء الله تكون حلقه مميزه عليكم ان شاء الله على كل الاهلاويه ومحبين نادي الاهلي. عاجل ورسميا الاهلي في خطاب رسمي يطالب اتحاد الكوره بايقاف مسلسل الاخطاء التحكيميه الفجه وتعيين خبير اجنبي بالاضافه الى مباراه القمه لطقم حكام من اوروبا. خلاص مفيش حجه، مفيش يعني كل الانديه اتكلمت. انا شايف ان كل الانديه اتكلمت على الحكام، مفيش نادي ما اشتكاش من حكام السنه دي. احنا على فكره من اخر 3 سنين ولا 4 سنين بيشتكي من الحكام، بس زادت قوي السنه دي، وزادت قوي ان انت بتكسب ناس على الناس، انت بتدي مجهود ناس لناس تانية ما تستحقهاش. انت اديت مباراه سموحه اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، اديت لبيراميدز مباراه سموحه، وسموحه اللي يستحق ان ياخد ال3 نقط انت اديتها لنادي بيراميدز. فالمفروض الفتره اللي جايه يبقى في خبير اجنبي. الاهلي صرح ببيان رسمي من صفحه نادي الاهلي او قناه نادي الاهلي، ولازم خبير اجنبي يكون موجود في لجنه او النظام او اتحاد الكوره في لجنه الحكام. لازم خبير اجنبي، مش هنقول تاني علشان المشاكل تتفاديها المرحله اللي بعد كده. اللاعب مصطفى ابو الخير لاعب نادي الاهلي الشاب، نادي المصري يتواصل الاتفاق مع اللاعب طبعا لضمه في صفقه انتقال حر بعد اقتراب نادي الاهلي من فسخ عقد اللاعب. المفروض ان ده خبر انا مش يعني مش هقول لك مش متاكد منه، هو في صحف كبيره طلعت او قالت الخبر دوت، ولكن الاهلي مش هيسيب مصطفى ابو الخير بالطريقه دي. الاهلي لو هيطلعه اعاره مفيش اي مشكله، ولكن مش هيسيبه ويفسخ عقده كلاعب حر. يعني الاهلي ما بيعملش الحركه دي غير لما يكون مع لاعب كبير زي مودست كده مثلا، ولاعيبه ثانيه تكون كبيره وزي جونيور اجاييه، واللعيبه ديت لما فسخ العقد ما بينهم بالتراضي واللعيبه رحلت عن النادي الاهلي. ولكن مصطفى ابو الخير لاعب مميز جدا، والاهلي لو مش هيستفاد بيه هيطلعه اعاره علشان يرجع له تاني في اخر الموسم. اشرف بن شرقي خلاص نزل التدريبات الجماعيه، وان شاء الله هيشارك في المباراه بتاعه غزل المحله القادمه لنادي الاهلي، وبعديها في مباراه تانية برضو تقريبا قبل نادي الزمالك. فالمباراتين دول الاهلي هيكون مجهز فيهم اشرف بن شرقي بشكل رسمي وبشكل قوي بقى علشان يلعب بمباراه الزمالك. وبرضو اشرف داري نزل برضو التدريبات الجماعيه، وبرضو ياسر ابراهيم. يعني مجموعه رجعت من الاصابه. انت تتخيل معايا كده بس المجموعه كلها اللي هي مصابه دي ترجع، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، اللعيبه الجامده ديت لو رجعت من الاصابه، وسام ابو علي، انت كمدرب هتنزل مين؟ هتحط تشكيله مين؟ شارك معانا في تعليقات كده واكتب لي التشكيله لو انت مدرب نادي الاهلي واللعيبه اللي معاه اللعيبه بتاعت الاصابه دي رجعت كلها. في الحاله ديت هتحط مين في التشكيله وهتخلي مين احتياطي لو انت مدرب نادي الاهلي؟ شاركنا برايك في تعليق واكتب التشكيله بتاعت الاهلي اللي هي بالنسبه لك هتكون اقوى حاجه للاهلي. وبرضه كمشجع لنادي الاهلي في ميركاتو الاهلي في الوقت الحالي، هل لو انت كمشجع اهلاوي، هل لو انت
مسؤول عن التعاقد في نادي الاهلي، هل انت استكفيت في الوقت الحالي بالصفقات اللي معاك ولا هتجيب حد تاني؟ برضو شاركنا معاك او شاركنا في التعليقات في الفيديو ده وقول لنا هتقدر تجيب او عايز تجيب صفقات تانية ولا الصفقات اللي الاهلي انهاها ديت خلاص، يعني ان خلاص بقى الاهلي استكفى على كده والاهلي مش محتاج حد تاني. نادي سيراميكا يعلن عن ضم اللاعب محمد رضا بوبو من نادي بيراميدز. بيراميدز عمال يدي لسيراميكا بص هديات، زلاكا واداله 2 لعيبه تاني برضو، اسلام الواد اللي اسمه اسلام دوت وفخر لقاي، يعني شويه لعيبه كده اللي بيراميدز عمال يوديه هناك علشان خاطر يتألق زي زلاكا ويرجع تاني لنادي بيراميدز. طبعا رسميا لاعب الاهلي ينضم الى حرس الحدود. طبعا اللاعب طبعا زياد طارق، اللاعب ده مهاري جدا يا جدعان. اللاعب ده يعني لو كان استمر في الاهلي كانت نسخه وليد سليمان كنت هتلاقيها في الاهلي تاني، ولكن المدربين اللي كان بيلعبوا على فكره لعب مع كولر برضو، كان كولر بينزله وكان بيأدي، بس مش عارف ايه اللي خلاه كان اتنقل من فرقه لفرقه وكان بيلعب في انبي ودلوقتي نادي حرس الحدود تعاقد معاه. وعلى فكره الحرس حلو قوي السنه دي فهيبان وهيتألق فيه لو خد فرصه بس في نادي الحرس هيكون ليه فرصه ان شاء الله في الايام اللي جايه. انا بس عايز اذكركم بحاجه قبل ما الدوري ما يبدا، اول ما كاس العالم اتعمل 2025 واحنا عرفنا ان احنا نلعب قدام انتر ميامي اول مواجهه في الافتتاحيه، انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم لو ان شاء الله البطوله اتعملت بتاعه اللي هي بالنظام الجديد، كل الفرق هتجيب لعيبه، كل الفرق اللي هتشارك في البطوله، حتى لو اسمك ايه، يعني فريق زي فريق مونتيري المكسيكي عمل صفقه جامده، صفقه راموس ينضم الى مونتيري المكسيكي. طبعا هيلعب في كاس العالم. انا قلت لكم ان كريستيانو لو ما لعبش في نادي الاهلي الفتره اللي جايه قبل القيد بتاع كاس العالم 2025 هيلعب في الهلال، هيلعب في اي فريق تاني حتى لو هيلعب الشهر ده عشان يشارك في كاس العالم. خدوها مني، كريستيانو رونالدو اي فريق هيروحوا في التعاقدات اللي هتفتح القيد اللي هيفتح في الفتره اللي جايه وهينضم لاي فريق، لو مش للاهلي هينضم لاي فريق عشان يشارك. راموس انضم الفريق اهوت من نجوم العالم ومدافع جامد جدا، مدافع سابقا لريال مدريد انضم. خميس رودريجيز نفس الكلام انضم الفريق برضه بيشارك في كاس العالم. ميسي كده بيشارك. نيمار الفريق اللي هو بيلعب فيه تقريبا مش عارف هيشارك ولا لا، مش متذكر قوي عشان مش مذاكر قوي الفرق اللي هي هتلعب في كاس العالم. بس زي ما انا قلت لك اهوت ان كل الصفقات الكبيره او كل الصفقات العالميه هتتجنن كده وهتجيب صفقات وهتضم لعيبه كبيره جدا عشان يبقى كاس العالم لاول مره يتعمل بالشكل ده، علشان هم واثقين مليون في الميه ان كاس العالم دوت الدنيا كلها هتتفرج عليه. فخدوها مني تاني، وارد ان كريستيانو رونالدو ينضم للنادي الاهلي، مفيش اي مشكله. على فكره احنا جبنا اشرف، جبنا بن شرقي بمبلغ كبير جدا، وجبنا تريزيجيه بمبلغ كبير جدا عشان كاس العالم. على فكره محمود الخطيب مش بخيل زي ما الناس قالت. محمود الخطيب لو اي حاجه اهلي هيستفاد منها وهيبقى حاجه جامده قوي، مش هيبقى بخيل على نادي الاهلي ابدا. خدوها مني، كريستيانو رونالدو ممكن بنسبه 70-80% يبقى موجود في نادي الاهلي، ومش على فكره مش هيبقى دعم من تركي آل الشيخ خالص. كل الصفقات اللي الاهلي عملها دي عملها بدون تركي آل الشيخ، كل ده من خزينه نادي الاهلي. كل الصفقات اللي اتعملت في نادي الاهلي من خزينه نادي الاهلي. تركي آل الشيخ ملهوش علاقه بالصفقات او اي صفقه جت نادي الاهلي في يناير الحالي ده او قبل كده كمان،
من بعد ما الكابتن محمود الخطيب مسك نادي الاهلي ما عادش تركي آل الشيخ يجيب صفقات من النادي الاهلي. على فكره تركي الشيخ لو عاوز يجيب لك كريستيانو رونالدو هيجيبه، عايز يجيب لك ساديو ماني هيجيبه لك، ما عندوش اي مشكله، هيجيب لك اي لاعب انت عايزه. ولكن ان الكابتن محمود الخطيب رافض الرفض دوت تماما، وقال لك الصفقه اللي انا عايز اجيبها هجيبها بفلوسي وبفلوس الخزينه بتاعه نادي الاهلي. زي ما احنا قلنا راموس خلاص ينضم الى مونتيري المكسيكي وسيرتدي القميص رقم 93، وهقول لك السبب اللي هو يخليه يلبس رقم 93. طبعا السبب ان هو راموس احرز هدف مع ريال مدريد، هدف تاريخي في نهائي البطوله العاشره لدوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد في الدقيقه 93. الهدف ده اتسجل في الدقيقه، الهدف ده هو كان هدف الفوز للمباراه ديت. الهدف اتسجل في الدقيقه 93، فعشان كده ارتدى القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، انتظرونا ان شاء الله في فيديو تاني. وفي النهايه شكرا لدعمكم واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.